في يوم من الأيام ولد غني قرر يلبس هدوم مقطعة وشكله كأنه شحات، ودخل أوتيل فخم وقعد على ترابيزة وطلب أكل زي أي زبون عادي. بعد ما خلص أكله جات له الجرسونة بالحساب وقالت له بابتسامة باهتة: الحساب يا أستاذ. بص لها وقال بهدوء: أنا آسف، معيش فلوس. اتغيرت ملامحها وقالت له: لو مش هتدفع هضطر أبلغ المدير وساعتها هو هيتصرف معاك. رد عليها وقال: أنا ممكن أغسل أطباق، أنظف الأرض، أعمل أي حاجة، بس مش قادر أدفع. الجرسونة وقفت لحظة وبعدين من غير كلام طلعت فلوس من جيبها ومشت على المدير ودفعت الفاتورة من جيبها الشخصي. المدير استغرب وسألها: كنت بتتكلمي مع الشحات ده في إيه؟ قالت له: ولا حاجة، بس كان بيسألني ليه الأكل هنا طعمه حلو كده. خد منها الفلوس من غير ما يهتم وقال لها: روحي كملي شغلك. رجعت الجرسونة تكمل يومها وهي مش عارفة إن اللي حصل ده هيغير حياتها. بعد كام يوم نفس الولد رجع، بس المرة دي لابس شيك جدا ومعاه راجل كبير في السن شكله واضح إنه أبوه. المدير أول ما شافهم اتبسم وقال: يا أهلا وسهلا، فخر لينا إن ناس زيكم يجوا الأوتيل بتاعنا. الولد قال له: شكرا، بس إحنا عايزين نفس البنت اللي كانت شغالة هنا اليومين اللي فاتوا هي اللي تخدمنا. المدير استغرب بس راح نادى عليها. البنت جت وهي متوترة وقالت لهم: تحبوا تطلبوا إيه؟ الولد قام طلع مبلغ من جيبه واداها الفلوس وقال لها: أنا كنت الشاب اللي دفعت له الحساب وعمري ما هنسى اللي عملتيه. خدي الفلوس دي وابدأي مشروعك، أنت تستاهلي أحسن من كده بكتير.